السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة دولي كيتشن. جيت وجبت لكم سندويشات صيفية بامتياز بخبز جد خفيف، مع دجاج متبل بتتبيلة رائعة. بسم الله نبداو الوصفة تاعنا على بركة الله. أول حاجة نقطعوا الدجاج تاعنا بهذا الشكل، نتبلو الدجاج تاعنا ونخليوه على جنب باش يشرب لنا هذيك التتبيله. نديرو لا مارينات ديالنا اللي هي فلفل اسود، عكري، ملح، كاري دجاج، كمون. اذا عندكم ياغورت ناتور زيدولو، انا ما كانش عندي، وشويه خردل، فص تاع توم. انا كان عندي التوم تاعي واجد كيما العاده. نزيدو نضيف عليه كمية من الزيت، عصرة ليمون إذا عندكم، نمارينيو كل هذا حتى يدخل التوابل جيدا. نغطيو عليه ونخليوه في الثلاجة حتى نكملو الخبز تاعنا. نروحو للخبز ديالنا. عندنا في إناء نديرو كاس حليب دافي، نص كاس ماء دافي، ونزيدو عليها ملعقة تاع خميرة الخبز، ملعقة من السكر، ونحركو هادو جيدا. وراح نغطيو عليهم ونخليهم مدة 3 دقائق حتى 4 دقائق. رانا في السخانة تمتم تتفاعل كما راكو تشوفوا، تمتم تفاعلت لنا. نكسروا شوية هداك الخمور ونروحو نضيفوا عليها 2 ملاعق من الزيت، ملعقة كبيرة من حليب مجفف اللي هي اللحظة عندنا، وكاس من سميد رطب، ونزيدو نضيفو عليها كاس من الفارينة. بهذا الشكل نحركوهم جيدا، نمزجوهم حتى نتحصلوا على خليط متجانس كما راكو تشوفوا، ونغطوا عليه وراح نخليوه مدة 10 دقائق. سورتو كي رانا في السخانة راح يطلع لكم تمتم. رجعنا ليه، شوفوا الخليط تاعنا اختمر جيدا. دوك نكسر لكم الخمور وتشوفوا كيفاش راه مختمر لداخل جيدا. هنا نروحوا نلموا العجينه ديالنا. اول حاجه واش راح نديرو كاس واحد من الفارينه، بلا ما تنساو الملح. هنا نديرو الملح، ملعقه كبيره من الملح. لحد الان مازال ما دخلت يدي، نحرك جيدا بالملعقه الخشبيه تاعنا. من بعد كي نشوفوها خلاص تحركت، ما بقالهاش بزاف، لازم ندخل يدي باش نعرف القوام تاعها. هي لازم ما تكونش ناشفه بزاف وما تكونش تلاصق بزاف. زدت على هذاك الكاس اللي درتو رشه خفيفه كما راكو تشوفوا، وكملت لميت العجينه تاعي. شوفوا العجينه شحال شابه. راح نغطي عليها ونخليها تختمر مدة 10 دقائق. كما قلت لكم أنا في فصل الصيف راهي سخانة. ونرجعوا ليه بعد ما تختمر، نروحوا من جهة واحدة أخرى نطيبوا هذاك الدجاج تاعنا اللي كنا وجدناه مقبل. في مقلاة درنا كمية من الزيت، وراح نجيبوا الدجاج تاعنا اللي كنا وجدناه كما راك تشوفوا. ما راحش يطيب لنا، ما راحش ياخذ الوقت، راح يطيب تمتم لانه درنا له العصره تاع القارص والخردل راح يطريوه. انا هذا الدجاج راني حابه نخلي فيه لاصوص كما راكم تشوفوا. خليت فيه شويه لاصوص باش الساندويش تاعي يجيني مشمخ، مانيش حباتو ناشف. والدجاج هنايا راهو طاب ووجدنا. نروحوا للخبز تاعنا اللي يكون ختامر. قلت لكم السخانه راهو تمتم يطلع لنا الخبز تاعنا. شوفوا الخمر تاعو ما شاء الله. راح نحيه من الاناء تاعي، ندير له رشه تاع فارينه هكذايا باش ما يتلاصقناش ودينا الخدمه سهله. وهبطته في سطح العمل تاعي وقطعته بهذا الشكل. انا هذه العجينه مدت لي 11 خبزه. دوكا كل واحد يحب ساندويش تاعو كبير، ساندويش تاعو صغير، على حسب الخبز نتيا اللي راح ديري خبزه كبيره ولا صغيره. انا درتها خبزه متوسطه. هنا بعد ما درتها كويرات كما شفتوا نروحوا نخدموها ديريكتومون، ما راحش نخلوها تختمر ولا، لانه الخبز باش يجيك ناجح غير تخبزيه بهذا الشكل.
ديريكتومون تكملي الخبيزات تاوعك كامل، تبداي طيبي من الاولى هكذا باش تكون الخبزه شغل تنتفخ لك في الطاجين. المهم درت لها رشه تاع سميد باش يجيني هذاك المذاق البنين والحروشيه اللي من الفوق، ودرتها في الطرشونه تاعي، وراح نخليهم كامل هكا باش نبدا نطيب. بعد ما سخن لي طاجين ما تخلوش يسخن بزاف، انا راني حابه التنفاخ يبدا يتنفخ بالعقل. حطي وقلبي وكتري التقلاب هكذا، وقلبي وقلبي. هنا كي تكتري لها التقلاب راح تبدا تنتفخ بهذا الشكل. شوفوا كيفاش باش ينجح لك هذا الخبز ويجيك فارغ من الداخل لازم ينتفخ هكذا. لو كان ما ينتفخ لكش هكذا يبقى لاصق وما يتفتح لكش، ولازم تسيسيه ما تجي فيه حتى ثقبه. لو كان يتثقب ثقبه صغيره ما ينتفخش هكذا. كتروا له التقلاب منا ومنا باش يحتمر لكم من كل الجوانب. هو صعيب علاش؟ باسكو تجي بالونه، وبالونه ماهيش متساويه مع الطاجين تاعك، يعني لازم تقلبيه من باش يحتمر كامل. واذا عندك شاليمون صغير هذاك اللي نشعلوا به اللي نديروا به كريم برولي، تقدري تاني تعاوني روحك بالشاليمون من الفوق. بعد ما كملنا الخبز تاعنا كامل طيبناه، دوك نروحو نوجدو لي ساندويش تاعنا. انا واش حبيت هنا في هذاك الدجاج وهو سخون، حبيت ندير هذا الفخوماج من فوق باش يجيني هكا دايب ويمد لي بنه. شوفوا الخبز ما شاء الله كيفاش فارغ من الداخل وخفيف وبنين بنين بزاف. اعتمدوه، على بالي راح تفرحوا كي ديروه ويعجبكم ويعجب العائله تاعكم. الحشوه تاع الخبز كيما حبيتو، بالفخوماج، بالطون، بالبطاطا، بالشلاضه، لكم الاختيار. انا درت لكم اليوم بالدجاج، درتها بالفخوماج تاع الطلي، كاين بزاف انواع في الجزائر. وزدت درت لها كميه من الدجاج، زدت لها سلطه كنت غسلتها وقطرتها، الله الله، وزدت لها كميه واحده اخرى من الدجاج هكا باش يجي كلش مشمخ. وتحبوا تحطوا البطاطا بجنب ولا تحبوا ديروها داخل ساندويش هكذا. ساندويش بنين شباب مشبع صيفي، تقدروا تدوه للبحر، تقدروا تاكلوه في الدار، تخرجوا بيكنيك. ما شاء الله. بنا ما نحكي لكمش، لازم تذوقوا باش تعرفوا. رافقته مع سبرايت مع فيمتو وبطاطا وشويه صوص حاره. هذه صوص بزاف بزاف حاره بنينه، شهيتكم في الجنة. جربوه باش تعرفوا شو راني نحكي. كيما العادة إذا عجبتكم طريقتي وصفة تاعي، ديروا لي جيم، كومنتير شباب، دعموني، بارطاجيو مع حباباتكم هكذا باش تكبر لمتنا، وفعلوا الجرس للمزيد من الوصفات. سلام.